قال السلا صرح لنا بالضوء الأخضر. السلا صرح لنا بالضوء الأخضر، والسعادة حومت في كل وادي، والمسرة بشرت والخير بشر، والحشود استبشرت داخل بلادي، والخبر موثوق جاء من كل مصدر يعلن الفرحة مع صوت المنادي. ايش باقي بعد هذا العلم الأخير؟ ايش باقي من خبر غير اعتيادي؟ فز يا الهاجس ويا البركة التفجر، عبر السعد الذي داخل فؤادي، وهني النجلين أولاد المطهر، أوفياء القوم ذيبان البوادي، وانشر الفرحة ملان الجو والبر، واهدي العرسان من نرجس وكادي، واجعل الدنيا تولع كاشف أحمر من فم الجرمل وزينات الكنادي. فرحة أخوة مثلها ما قد تكرر في وسط صنعاء على حسب اعتقادي. ألف مبروك يا محمد ألف واكثر، يسمعوها كل متقرب وغادي، يوم تلقى ما قليبك له تصبر، ذي بقربه كل ضحكه لا إرادي. يا محمد بن مجلي عيش وافخر، أنت من بيت الرجاجيل الجيادي، وأنت يمجد صاحبي يا القرن الأعصر، دام سعدك يا رزاحي واستنادي، في لقى مثل التقى عبله بعنتر، وقتها أتصيح جا غاية مرادي، جا شريك العمر متشيك معطر، من بوصله يقتل بوضعك سيادي. أنت يا ذي لا ذكرت الطيب تذكر، أنت يمجد يا سلاحي والعتادي، افتتح هذا الفرح صع فتح خيبر، واجعل الفرحة تعمم كل وادي، وان يقولوا فتح قول الفتح الأكبر، بذل رب العرش خلاق العبادي. يوم 10 شهر 5 قد تحضر، مثل هذا اليوم ما هو يوم عادي، مرحبا تعداد ما أذن وكبر، يا ضيوف العز يا رزح الشدادي، مرحبا يا كل من شرف ونور، مرحبا من قبل تتلاقى الأيادي، وارحبوا لا ساحة أولاد المطهر، أوفياء القوم ذيبان البوادي، يومها ما بان سامح من تعذر في حضوره أو مسافات البعادي، والختم صلوا على الإنسان الأطهر، النبي طه صلاتي واعتضادي، النبي طه صلاتي واعتضادي وسلامتكم.